يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات ورجعت لكم بفيديو جديد. بس قبل ما نبدأ روتين النهاردة، يلا لو انت لسه ما اشتركتيش اشتركي في القناة وتعالي اقولك الفطار الجامد ده انا عاملاه ازاي. انا لما قلت فطار جامد فعلا يا بنات، ده ألذ واطعم واجمل فطار انا بحبه. انا من طبعي يا بنات بحب الفطار الكيوت، الحاجة الخفيفة قوي كده. فرحت بقى عملت ايه؟ بصوا بقى، ده بليلة اللي هو القمح. تمام. حطيت عليه يا بنات، كلنا عارفين ان احنا بناكل القمح بالكنافة، لا المرة دي جربيه بالكسكسي. ايوه بالكسكسي. وحطيت عليه بقى ايه؟ شوية لبن. اللبن ده يا بنات وانت بتغليه كده اديله معلقة نشا تربطه معاكي شوية، وفي نفس الوقت هتخلي قوامه يا سيدي. والطعم بقى يا بنات، ادمجي التلاتة دول على بعض وادعي لاختك. كسكسي، تمام، مع البليله. بس ما تحطيش الكسكسي على النار، يعني انت اغلي اللبن، واول ما اللبن يغلي معاكي اديله كده شويه ايه، معلقه نشا صغيره، وتروحي حاطه البليله على اللبن على الكسكسي، ومعاهم السكر بقى زي ما انت حابه. ورشي على الوش بقى جوز هند، زبيب، اي مكسرات عندك. جميل. بصوا انا واقفه باكل منه وبقول لكم جميل. الطبق ده كفيل يخليكي تهدي الشقه وتبنيها من غير حتى ما تتغدي. جربيه وقولي لي ايه رايك. فطرته كده وانا واقفه على السريع، ورحت داخله على المواعين. قلت لها تعالي معبيه لي المطبخ، ده انت يومك النهارده، ده انت يومك كل يوم مش النهارده بس. ده هي كل يوم. هم كانوا شويه صغيرين مش مستاهلين ان انا يعني ايه احطهم اساسا في الغساله. لا انا قلت لا، انا هغسلهم على ايدي كده بسرعه بسرعه، عشان انت كمان لو عندك مواعين تقومي تشطبيها بسرعه بسرعه. جريت لكم الفيديو، مرضتش اخلي الفيديو بطيء. انتوا عارفين فقره المواعين دي انا بحب اجريها. ليه بقى؟ علشان ما خليش الفيديو طويل معاكي. انت كده كده بتاخدي الطاقه وبتقومي تعملي، انت مش مستاهله حد يديكي طاقه، انت ست بيت شاطره. بس حاجتك محدش هيعملها لك، ولو حد عملها لك مش هيعجبك اعملي حد. غسلت الحوض غسله متينه، وكان عندي شويه بطاطا كده، قلت لزوم الدفا بقى، تعالوا انتوا جيتوا في وقتكم. اهي كان عندي الشنطتين دول، فروحت قلت بقى ايه، اديهم دعكه حلوه كده. قلت لكم يا بنات ان السلك اللي نازل، في حد سالني هو في سلك بيبقى نازل من الحنفيه، هو ده سلك ايه يا توته؟ بصوا ده سلك الفلتر، عشان انا فكه الفلتر، فلما هغسل الفلتر كده غسله متينه السلك ده هيتدارى يعني قريب ان شاء الله، كده يومين تلاتة. بصوا بقى يا بنات، انا رشيت عليها شويه ميه كده علشان اللي كانت مليانه تراب، عشان التراب اللي فيها دي تطلع معايا بسهوله. الفرشه دي انا مخليها للخضار، هي والسبونشه اللي هي الصفرة. بس انا ما استخدمتش السبونشه بصراحه في البطاطا، لان الفرشه كانت سهله قوي، خرجت كل حاجه وخليتها زي الفل. الفرشه دي ايدها اتكسرت، فقلت لها برضو هستخدمك، طالما هتصلحي هستخدمك، مش هقولك لا. بس يا بنانيت، وبعد كده بقى اول ما خلصت البطاطا كان في مشوار كده، كنت سامعه ان في محل فتح تحت البيت، اي حاجه ب10 جنيه. هي ما طلعتش اي حاجه ب10 جنيه، هو طلع اي حاجه ب12 ونص. بصوا بقى، دي البسارية اللي انا كنت عاملاها معاكم. كان عندي هنا 3 رنجات، فروحت مطلعاهم واتغدينا بيهم. ابني الصغير قال يا ماما لا حمري لي بطاطس، انا مش هاكل الكلام ده، فرحت عملت له بطاطس. وطبعا الغدوه دي كان جنبها بقى بصل اخضر بقى، والعيش السخن اللي طالع من الميكرويف، يا ربي ضربت في النافوخ. مرضتش انام، قلت لا ده انا في محل فتح تحت، اي حاجه ب10 جنيه، هي اي حاجه ب12 ونص بس ماشي مش هتفرق اهو. ربنا يا رب يوسعها على الجميع ويفتحها على الجميع ويجعله يا رب مصدر رزق وخير ليه والكل اللي شغالين فيه يا رب. انا من عاشقة البلاستيكات يا جماعة، كان لازم انزل، كان لازم. خدت البيت دودو ورحنا نزلنا، رحنا المحل بس ما صورتش انا جبت منه ايه، لاني مش عايزة الفيديوهات تطول عليكم، هصورها لكم في فيديو تاني. بصوا ما شاء الله، يعني كان عنده زحمة جامدة جدا، ربنا يا رب يوسعها عليه. بس يا بنات، واول ما رجعت بقى جبت حبة توابل كانوا ناقصين في البيت بصراحة، وجبت ملح. انتوا عارفين المطبخ عندي انا الحاجة الوحيدة اللي ما بحبهاش تخلص منه الملح. ممكن الزيت يخلص استنى يوم مثلا وانزل اجيب، ممكن السمنة تخلص، لكن اللي ما احبش اقعد نص ساعة من غير ما يكون موجود في البيت هو الملح.
يعني وانا بسحب كده هوت لو لقيت فاضل كيس واحد لا لازم ابعت اجيب ب20 جنيه ب15 جنيه. الملح ده يا بنات خير ورزق في البيت. جبت بقى يا بنات هنا كيسين ورحت حط عليهم معلقتين كبار فلفل اسمر وقلبتهم كويس قوي 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 مع بعض. فاكرين المنظمات اللي انا قلت لكم الواحد ب5 جنيه؟ فاكرين بقى لما قلت لكم انا هقول لكم عايزاهم لايه؟ انا عايزاهم لكده يا بنات، للملح. في خلطة هنعملها دلوقتي، الخلطة دي جبارة، كلمة جبارة دي قليلة عليها. الخلطة دي بتاعت جدودنا، يعني أنا جدتي الله يرحمها وخالتي الله يرحمها كانوا على طول بيعتمدوا الخلطة دي في بيتهم. ده بقى بنات الفلفل الأسمر والملح لما بقى أحب أحط على طبيخي الرز. بصي أي أكل بتعمليه لازم الملح والفلفل الأسمر، فالاتنين يكونوا مندمجين مع بعض أحسن ما هتحطي ده لوحده وده لوحده. ممكن الفلفل الاسمر يزيد معاكي، هيخلي الطبخه كده فيها لذعه كده، او مش عارفه، بس هو ما بيبقاش محبوب قوي يعني كتره، بيبقى تقيل على المعده يا بنات. انا كنت زمان بعاني من قرحه في المعده، فكان اكتر حاجه يعني منعني منها الدكتور الفلفل الاسمر. بصوا بقى يا بنات، انا هنا عملت 3 ملح وفلفل اسمر لان استخدام الفلفل الاسمر كتير، وعملت الاتنين الاخر دول ملح وكمون. تمام يا بنات، ملح وكمون. ابو كمون ده بقى هرش على البطاطس المحمره، فلفل محمر اللي هو المقلي يعني، فول، هدخلها في اي وجبه انا عايزاها، فاهميني؟ بصوا بقى هنا فضيت كيسين، دي الخلطه اللي هي بتاعت جدتي الله يرحمها. بالله عليكم اللي هيوصل للحته دي يدعي لجدتي بالرحمه والخالتي. بس يا بنات، المهم يا بنات، بص انا اسفه لو في تاثير، بس عشان افتكرت جدتي مش قادره اتكلم. بصوا يا بنات، في بقى بعد كده حطيت معلقه ونص كمون ومعلقه ونص كزبره، ودي معلقه بابريكا كبيره. وهنا هحط المفروض معلقتين شطه، فانا ما كانش عندي شطه فاضطريت احط اللي في البطرمان كله، وقلت عادي يعني. بصوا حطينا ايه، معلقتين كيسين قصدي من الملح، معلقه ونص من الفلفل الاسمر، معلقه ونص من الكمون، معلقه ونص من الكزبره طبعا المعلقه الكبيره، معلقه كبيره من البابريكا، ومعلقتين او معلقه من الشطه زي ما بتحبي الشطه. هتعتمدي الخلطه دي معاكي في محشي، في بطاطس اللي هي البطاطس الناي في ني، دي خلطتها يا بنات. في المحشي نفس الكلام، مش هتحطي اي حاجه غير من البطرمان دون. اعتمدي الخلطه دي معاكي في حاجات كتير قوي هتنفعك بجد، جميله جميله جميله. بصوا بقى متانه البرطمان او المنظم ابو 5 جنيه. بصوا انا ماسكاه لكم منين، انا ماسكاه من الغطا، مش ماسكاه من المنظم، ماسكاه من الغطا. وبصوا التقل اللي فيه جامد قوي يا بنات، جميل جدا جدا جدا. والملاحات الصغيره دي الستانلس دي انا سبتها فاضيه عشان احط فيها الشطه، والاتنين الصغيرين دول حطيت واحد بالملح بالفلفل الاسمر وواحد بالملح بالكمون، قصدي ملح وكمون. هنا بقى يا بنات جه الليل وقلت اروق كده على الولاد شويه، رحت جبت لهم عسليه بقى من اللي هم بيحبوها، وعملت لهم فشار، وشويت لهم بقى ايه البطاطا اللي احنا غسلناها في اول الفيديو. بصوا هي ما اتحرقتش، هي جميله، انا فاتحه لكم 2 اهو عشان اقول لكم هي جميله. وحطيت جنبها ايه، الملح بالكمون عشان البطاطا بتحب الملح بالكمون. بس يا بنات، وده كان فيديو النهارده، هو فيديو صغنن كده، بس انا ما حبيتش اطوله عليكم عشان ما تزهقوش مني. يلا افتكروني كده في دعوة حلوة من قلبكم، واشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، ولايك هيفرق معايا كتير قوي 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 يا بنات، اللايك بيرفع الفيديو، حطي لايك عشان الفيديو يترفع. ومع السلامة، واشوفك على خير فيديو جديد.